مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس وتعيينات عليا منتظرة. وزارة الداخلية تشدد الخناق على المفسدين في الانتخابات المقبلة. احتجاجات ومظاهرات جيل زاد تعود للشارع المغربي بخطوات جديدة. وزارة الصحة تستعد لإعفاء مسؤولين كبار بعدد من مدن المملكة. الضرائب تلاحق أموال الأشخاص العاديين المودعة لدى الأبناك في المغرب. تفاصيل هذه العناوين تشاهدونها في هذه النشرة الإخبارية، لكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس خلال الأسبوع الجاري مجلسا وزاريا هاما يركز على التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 في خطوة تهدف إلى مواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوجيه السياسات المالية الوطنية نحو التنمية المستدامة. ووفق مصادر متطابقة سيشهد المجلس أيضا المصادقة على مشاريع مراسيم مهمة، إضافة إلى إجراء عدة تعيينات في المناصب العليا، وهو ما يعكس حرص القيادة على ضمان فعالية الإدارة العمومية وتحديث المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أولويات النمو والتطوير. ما الذي يعنيه هذا المجلس بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ يعكس انعقاد هذا المجلس الوزاري أهمية التخطيط المالي المبكر، حيث يمنح الحكومة فرصة لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمويل المشاريع الكبرى، دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار. كما أن المصادقة على مشاريع المراسم والتعيينات الجديدة تعزز من كفاءة الجهاز الإداري وتدعم تنفيذ السياسات المالية بكفاءات وفعالية. وفي سياق مغاير، عكفت وزارة الداخلية على تحضير قوانين انتخابية جديدة ترتكز أولا على محاربة تكرار تسجيل أسماء باللوائح الانتخابية والتشطيب عليها فورا وبشكل قانوني عبر إجراء مراجعة شاملة لها وضبط اللوائح المعتمدة في عدد من مكاتب التصويت التي قال عنها بعض زعماء الأحزاب إنها تختلف عن محاضر التصويت في انتخابات سابقة. وأوردت يومية الصباح في عددها اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أن وزارة الداخلية ستعقد قريبا آخر اجتماع لها مع زعماء الأحزاب لتسليمهم مسودات القوانين التي أعدتها للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها قصد مراجعتها مجددا قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة لتنقيحها ووضعها فوق طاولة المجلس الحكومي على أبعد تقدير قبل نهاية الشهر المقبل للمصادقة عليها. هذا وسيتم إيداع نسخها على لجنتي الداخلية بمجلس النواب والمستشارين لمناقشتها وتعديلها والمصادقة عليها لإصدارها في الجريدة الرسمية عند نهاية السنة الجارية. كما أمر بذلك الملك محمد السادس وهو يوجه تعليماته إلى وزير الداخلية في خطاب العرش الأخير، وإذا تعذر تقنيا وعمليا ذلك بداية السنة المقبلة. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية التمست من زعماء الأحزاب عدم منح التزكيات للطالعين في الفساد المتابعين في مختلف المحاكم، بينهم 50 برلمانيا خلال الولاية الحالية و100 منتخب محلي وجهوي، والعمل بشكل جدي على إبعادهم من اللوائح والتقييد بالقانون، إذ ستتم الاستعانة بالمادة 108 من المسطرة الجنائية لمحاربة الجريمة الانتخابية بالاستعانة بأجهزة التنصت الهاتفي واعتماد تقارير أعوان السلطة عبر جمع المعطيات عن الأشخاص المشتبه تورطهم في إفساد العمليات الانتخابية. وستراقب وزارة الداخلية من ألف استعمال المال بكثافة لشراء أصوات الأسر الفقيرة والمعوزة عبر رصد حركية الأموال سواء المودعة في البنوك أو في صناديق حديدية في الفيلات والضيعات الفلاحية، وتوجيه تعليمات أعوان السلطة بمراقبة ميدانية لرصدها، مع تشديد المراقبة على عملية جمع التبرعات الخاصة بالإحسان العمومي حتى لا تنحرف نحو دعم مرشحين بأموال سبق القضاء ومجلس الأعلى للحسابات أن رصدوها بعد مراجعة فواتير المرشحين، إذ وجدوا مصاريف هامة الحملات الانتخابية دون الإدلاء بوثائق وهبات تجاوزت المسموح به قانونيا. وستوزع وزارة الداخلية منشورات أو إعلانات تحذر فيها المرشحين من شراء الذمم والناخبين الذين حصلوا على أموال مقابل بيع أصواتهم بملاحقة قضائية عبر استعمال هاتف للإخبار عن عمليات الفساد الانتخابي مهما قل أو كبر شأنه. ولم تتفق الأحزاب على وضع ميثاق شرف لمنع المفسدين من الانتخابات، إذ تصرف الملايير لربح مقاعد في البرلمان بغرفتيه وفي مجالس العملات والأقاليم والبلديات والغرف المهنية والجهوية، وهي الأموال التي يحتاج إليها الشباب لإحداث مقاولات تنتشلهم من البطالة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية التي تسببت في ارتفاع حدة الاحتجاجات.
وفي سياق الاحتجاجات دعت حركة جيل زاد الشبابية التي تنشط بشكل أساسي عبر المنصات الرقمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية يوم السبت 18 أكتوبر الجاري في عدد من مدن المملكة، مؤكدة مضيها في توسيع حملة المقاطعة الاقتصادية التي أطلقتها قبل أسابيع وتطوير أشكال التعبئة الميدانية. ويأتي هذا التصعيد الميداني الأول من نوعه منذ الخطاب الأخير للعاهل المغربي أمام البرلمان، حيث أشارت الحركة في بلاغ لها إلى أن القرار جاء عقب ما وصفته بنقاشات داخلية مسؤولة عقبتها عملية تصويت واسعة بين أعضائها أسفرت عن المصادقة على هذه الخطوة النضالية الجديدة. وأكدت جيل زاد أنها متمسكة بمطالبها الاجتماعية والاقتصادية التي وصفتها بالمشروعة، وعلى رأسها الحق في تعليم جيد وخدمات صحية لائقة لكافة المواطنين، ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقل الرأي المرتبطين بأنشطة احتجاجية سلمية. وفي الإطار نفسه أعلنت الحركة عزمها على تطوير أشكالها النضالية وتوسيع دائرة حملة المقاطعة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تفاصيلها وآلياتها سيتم الكشف عنها تباعا خلال الأيام المقبلة ضمن خطة تدريجية للتواصل والتأطير. ودعت الحركة عموم المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب إلى الانخراط في الوقفات المرتقبة، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل لحظة للدفاع عن الكرامة والحقوق الأساسية في ظل ظرفية تتسم بتصاعد التوتر الاجتماعي. وعلاقة بما هو اجتماعي، تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق حركة تغييرات واسعة تشمل مدراء مركزيين وجهويين ومناديب إقليميين خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكره موقع زنقة 20. وتشمل هذه الحركة مسؤولين قضوا سنوات طويلة في مناصبهم، إضافة إلى آخرين تحوم حولهم شبهات تتعلق بتدبير المديريات والمندوبيات. وأفادت المصادر أن بعض هؤلاء المسؤولين بدأوا فعليا في ترتيب أوضاعهم تحسبا للإعفاء في وقت تسعى فيه الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعزيز الأداء الإداري والميداني، خاصة مع بدء تطبيق المجموعات الصحية الترابية. ومن المتوقع أن تشمل التغييرات جميع جهات المملكة، مع تركيز خاص على جهتي الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس بعد جهة طنجة تطوان الحسيمة في تطبيق النظام الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن جهة فاس مكناس لم تشهد أي تغييرات منذ 2019 رغم الصعوبات التي تواجه تدبير القطاع الصحي في عدة أقاليم منها مكناس، تونات، تازا، بلمان ومولاي يعقوب. وفي فاس يثار جدل واسع حول شغول منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بعد انتهاء ولاية المديرة بالنيابة، ما تسبب في ارتباك إداري وتوقف معالجة ملفات حساسة. وتبقى التساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة ستعيد تعيين المديرة السابقة للمرة الثالثة أم ستختار بديلا جديدا بما يتماشى مع التحولات الرقمية في المجموعات الصحية الترابية. وإلى آخر الأخبار، بدأت المديرية العامة للضرائب مؤخرا حملة للتحقق من هوية الأشخاص الذين لديهم أموال مودعة لدى الأبناك دون أن يكون لديهم عمل أو نشاط تجاري معلن أو مصدر دخل معروف. وبعد توصل الضرائب من طرف الأبناك بتفاصيل المبالغ المالية لهؤلاء الأشخاص، تقوم مصالحها بالتواصل معهم من خلال عناوينهم السكنية من أجل معرفة مصدر الأموال التي أودعوها في البنك وبأي طريقة تحصلوا عليها. وحسب المديرية العامة للضرائب على الجميع أن يعلن مصدر رزقه وأصل ومنبع أمواله المودعة لدى البنك، كما يجب على أي شخص يمارس عملا مدرا للدخل كيفما كان أن يسوي وضعيته القانونية ويؤدي جميع المستحقات الواجبة عليه للدولة. ويهم هذا الإجراء خصوصا أصحاب الأعمال الحرة والتجارة الإلكترونية وباقي الأعمال المشابهة، وكل شخص يتحصل على الأموال بطريقة لا تخضع للضريبة. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لكم من قناة أخبار المغرب. دمتم في أمان الله.